بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نعمل كيكة في الخلاط، كيكة عادية خالص. هنحط 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، 3 بيضات بالعدد، مع كيس فانيليا، مع كوباية سكر، مع كوباية الا ربع زيت ذرة، زيت عباد الشمس، اي حاجة متوفرة عند حضراتكم. هنضرب ده كله مع بعضه. لحد اللون ما يبدأ يتغير سنة. هننزل عليهم بكوباية لبن، وعلبة زبادي صغيرة، وهنبدأ نضرب ده كله تاني مع بعضه. وننزل معاهم بسنة ملح صغيرة، ملح طعام عادي، مع كده كيس بيكنج باودر أو كيك شيف. دي سنة الملح. ونبدأ بقى نضربهم ونحط عليهم 2.5 كوباية من الدقيق في قلب الخلاط. ادي كده الكيكة جاهزة معايا. جبت صينية مدهونة متعفرة بالدقيق، فضينا عليهم الخليط اللي احنا عملناه، وهندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، مش أكتر من كده. ادي طلعت من الفرن بعد التسوية. شايف الشكل، شايف الجمال، بسم الله ما شاء الله. هنقلبها وهي سخنة، هنقلبها وهي سخنة عشان عايز افصلها من الصينية خالص. اتقلبت، اعدلها تاني بقى على الوش بتاعها الاصلي. اتفضلوا، ادي الشكل والجمال قدام حضراتكم. هقطع حتة وهي سخنة، لسه سخنة لسه. شايف الشكل، مفيش فراغات، هشة خفيفة جدا. شايف خفيفة جميلة لذيذة، وبالهنا والشفا يا رب. لله ياكل.